20 حاجة قبل عيد ميلادي 23، والنهاردة تاني حاجة قررت ان انا عايزة اختم القرآن كله قبل عيد ميلادي. جبت المصحف بتاعي وفتحته عشان اشوف انا واصله لحد فين في الورد اليومي، ولقيت نفسي واصله لحد الجزء السابع الحمد لله. ما كنتش عارفة ازاي هظبطها واقرأ قد ايه في اليوم لحد ما لقيت الابليكيشن ده، ابليكيشن ختمة. هسيب لكم شكله هنا. الابليكيشن ده بيحدد لنا البداية بتاعة المصحف، يعني انا عايزة ابدأ من الجزء الكام، لو الجزء الاول او التاني على حسب، فانا هبدأ من الجزء اللي انا واقفة عنده من قرايتي للقرآن في المصحف بتاعي، وهو الجزء السابع. وهنا برضو عندنا بنحدد مدة للختمة بتاعتنا، فانا هحدد من دلوقتي لحد عيد ميلادي. فانا هقعد احسبها، عيد ميلادي يوم حسبتها طلع لي 16 يوم، فانا هقعد انقص ال21 لحد ما نوصل ل 16 يوم. وهنا هو حدد لي كمية الورد اللي انا هقرأها في اليوم، وهو هنا حدد لي جزء وحزب. وهنا بقى الصفحة اللي انا بتابع فيها الورد بتاعي. دي مش دعاية، بس انا بقول لكم ابلكيشن شفته وعجبني جدا وهستخدمه. ميزة الابلكيشن ده ان احنا ممكن نشوف هنقرأ من آية كام لحد آية كام ونقرأه في المصحف بتاعنا، او ان احنا نقرأ على الابلكيشن نفسه لانه عنده القرآن كله، وكمان فيه هنا اذكار وفي مواعيد الصلاة. فبجد يعني الابلكيشن ده فيه كل حاجة احنا ممكن نحتاجها. فانا النهارده هبدأ، وان شاء الله قبل عيد ميلادي هكون خلصته. وتابعوني بقى على الانستجرام عشان اتابع معاكم كل يوم وتعرفوا انا ختمته امتى بالظبط، وان شاء الله اختمه قبل يوم عيد ميلادي كمان. وبكده تاني حاجة خلصت، واستنوني في تالت حاجة من 20 حاجة هعملهم قبل عيد ميلادي 23. سلام.